اتفضل. لو قلنا ان كل وزاره، لو اعتبرنا ان كل وزاره او ديوان في مصر هو عباره عن مطعم، فالثوره فقط غيرت مدير المطعم. اما المطعم نفسه او مطبخ الفساد الموجود في كل مطعم لم يتغير. ما زال الطبخ ملوث، ما زال مطبخ القرارات زي ما هي، ما زال الفاسدين داخل المطبخ. اذا المساله ما هياش مجرد تغيير شخص، احنا عايزين تغيير شامل، وده لم يحدث في مصر. لو سالت مثلا على محافظه الغربيه هتلاقي ان احنا تم تغيير المحافظ، لكن ما زال علي سنجر ومصطفى بدوي ومطبخ الفساد في المحافظه ما زال قائم يطبخ لنا القرارات الفاسده. أنا هنا النهارده لأن احنا بنطالب باستكمال مطالب الثورة، وهي محاكمة قتلة الشهداء، تغيير كل ضباط الشرطة المتهمين بقتل الشهداء في ميدان التحرير وكل ميادين مصر، عزل كل المتورطين في قضايا الفساد. ما ينفعش النهارده ان يبقى في وزير او مسؤول كبير في البلد بيروح المحكمة الصبح والساعة 2 يروح ديوان المحافظة أو يروح مقر الوزارة اللي هو شغال فيها، وأقول إن هو النهاردة معروض على النيابة العامة أو نيابة الأموال العامة. كل اللي اسمه جه في قضايا فساد ومتورط في قضايا فساد حتى لو بالشبهة في ظل ثورة 25 يناير واستكمالا لمطالب الثورة، لابد من عزل هؤلاء وإيقافهم عن ممارسة أعمالهم، ولا بد أن تصل الثورة إلى أصغر مسؤول في مصر. هل اسقاط الثوره، اسقاط النظام ممثل شخص حسني مبارك واحمد عز ومجموعه اللي اتحبسوا دول، ام اسقاط النظام شامل يعني؟ اسقاط النظام شامل من اول شيخ الغفر وشيخ البلد والعمده في القريه لرئيس الوحده المحليه لرئيس المجلس القروي، لان هم دول سرطان الفساد في مصر. الجمعيات الزراعيه والوحدات المحليه واعضاء الناس دي. الحزب الوطني اللي حكم مصر 30-40 سنة اللي فاتوا بعد 52 متغلغل في هذه المواقع الحساسة اللي هي مرتبطة بالعمل اليومي للمواطنين. لابد من بتر هذه العناصر الفاسدة وإيقافها عن العمل وعزلها وتحويلها لمحاكمات فورية. حتى يستمر ذلك احنا معتصمين في طنطا او في ميدان التحرير مهما كانت الخسائر ومهما كانت النتائج. اسقاط النظام هو شخص حسني مبارك والمجموعه اللي معاه ولا اكتر؟ لا طبعا. انت طالب وجاي تمثل فئه معينه؟ جايين بنطالب برضك بالضباط اللي قتلوا المتظاهرين، ما ينفعش يفضلوا يستمروا في عملهم لحد دلوقتي. ازاي بيتحكم معاهم وهم في عملهم لحد دلوقتي؟ يعني هو احنا معترفين ان هو قاتل، ازاي مستمر بقى في منصبه ان هو كظابط دلوقتي؟ ولازم الضباط دي تتحاكم ويتعزلوا من مناصبهم لحد ما يتحاكموا، لحد ما يثبت براءتهم او ادانتهم. والنظام لحد دلوقتي يعني لسه برضك ما ثبتش. هو عزلوا واحد اللي هو حسني مبارك في المستشفى ما اتحكمش ولا اتقدم على ذمه قواضي. ازاي يبقى في نسبه حسن نيه المجلس العسكري وازاي حسني مبارك ما تقدمش على ذمه اي قضيه لحد دلوقتي؟ هل انت مع استمرار المجلس العسكري لفتره طويله؟ احنا عايزين مجلس مدني، مجلس رئاسي مدني. احد الثوار بقى اللي في 25 يناير برضه مستفسر النهارده عن وجود النهارده في الاعتصام. انا جاي النهارده معتصم لتحقيق رفع مطالب الثوره من عداله اجتماعيه وحريه، وجاي برضه بطالب بمحاكمه الضباط المتهمين بقتل الثوار وتعذيب الثوار في محافظه الغربيه بشكل خاص والجمهوريه بشكل عام. جاي اكد ان احنا معتصمين، بنقول ان احنا الثوره لسه في البدايه، بنوجه للمجلس العسكري الفرصه الاخيره لتحقيق مطالب الثوره الاخيره، ونعد بالايام القليله القادمه بمفاجات ان لم يستجب لمطالبنا، وهي محاكمه الضباط ومحاكمه علنيه ومحاكمه النظام القديمه امثال حسني مبارك وتوفيق حبيب العدلي بعض النظام القديم. والمديرين العموم في المحافظات، وكلاء الوزارات والمديرين العموم كل دول اتباع للنظام السابق، لان ما كانش حد وكيل وزاره الا لما كان بيبقى عضو حزب. انتوا كثوار ما تطرقتوش ليه للجمعيات الزراعيه، الجمعيات المشتركه، مراكز الشباب، وكلها فلول من النظام ساعدوا الفتره الماضيه يعني على تكريس النظام الفاسد ده يعني؟ والله انا اقول حاجه، احنا مش هنقدر احنا كثوار في محافظه الغربيه بشكل خاص
مش هنقدر نوصل لكل المشاكل ديت، لكن بنقول الناس اللي عندهم المشاكل ديت يتقدم بيها لينا. احنا عملنا لجنه تنسيقيه من حركات سياسيه بالغربيه، اللي عنده اي مشكله، عنده اي فساد اداري او فساد في اي جهه ما يتقدم لينا بالمشكله بالمستندات اللي تثبت على الفساد دوت، واحنا طبعا فعالها اعلاميا وهنصعدها جماهيريا. شكرا جزيلا، ودي استراحه محارب دلوقتي يعني. شكرا.